السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. النهارده هنعمل رز الصياديه بطريقه سهله من غير ما نحط له سكر ولا اي حاجه، وهنعمل السمك الحارد بطريقه برضو جميله جدا. السمك ده اسمه حارد عندنا هنا، لكن في مصر بيسموه مكرونه. سمكه نظيفه جدا، بتاكل سمك بطنها اصلا، لما يعني تنضفيها هتلاقي جواها سمك. طعمها جميل، وبنتبلها بتتبيله بسيطه كده بيبقى حلو قوي. طبعا انا جايبه السمك دوت زي ما انتم شايفين كده. هبتدي انضفه، بشيل الزعانف بتاعته، وبشيل الديل، وبشيل الراس بتاعته، وبفتحه من النص زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه لما تيجي تنضفيه، بصوا السمك من جوه واكل سمك اصلا، واكل بسارية صغيره. لازم تشيلي التكتل الدموي اللي في سلسله السمكه دوت، هو اللي بيزفر بيعمل زفاره بالنسبه للسمك. فلو نضفتيه كويس السمك هيبقى جميل، مش هيبقى ليه اي ريحه زفاره جامده ولا اي حاجه. انا جبت توم، معلقتين كبار توم، وحطيت عليهم ليمونتين بقشرهم، وشلت البذر. البذر هو اللي بيعمل مرارة الليمون، لكن لو القشر لا، يعني لو حطيتي ليمونة بقشرة مش مفيش مشكلة ومش هتعمل مرارة. ودي هريسة شطة، انا مفرزاها في الفريزر. لو عندك شطة عادية ممكن تحطيها، بس انا مكانش متوفر يعني عندي الشطة القرون، فحطيت اللي هرست الشطة. ومعلقة كزبرة وكمون. السمك اساسه الكزبرة والكمون وملح، وهنحط شوية خل، ومفيش اكتر من كده. ما بحطش بهارات سمك، وما بحطش اي اضافات تانية. يعني دي التتبيلة الاساسية للسمك اللي احنا اتربينا عليها. جميلة جدا، وبتخلي السمك مزز كده وطعمها حلو. بعد كده هو بقى هضربها بالهاند بلندر كويس كده لحد ما تبقى ناعمة خالص. بعد بقى ما ضربتها هكون جبت نضفت السمك كويس وصفيته، مش هيبقى فيه اي ميه. بصوا ابيض من جوه ازاي، شلت اي تكتل من جواه عشان ما يعملش زفاره. وابتديت ان انا احشيه بالثوم، واقفل عليه كده اهوت. وبعد كده جبت الدقيق، وما حطيتش للدقيق اي اضافات، وطربت فيه السمك ونفضته كده اهوت من الدقيق، وحطيته على جنب وبرمته عشان يقفل. وبعد كده جبت زيت سخن عشان السمك يطلع دهبي. لازم الزيت يبقى كتير غزير يعني، ولازم يبقى سخن اول ما تنزليه. طبعا هو ما بياخدش وقت، السمكه مش السمكه دي ناعمه جدا وخفيفه، يعني بتستوي بسرعه. يعني ما جواهاش تكتل لحمه عشان تقعد فتره طويله على النار. بعد كده هنعمل رز الصياديه، هوريكي الطريقه اللي بعمله بيها من غير اي سكر، وجربيها. يعني اللي يسمع الفيديو جرب الطريقه دي هتعجبه جدا. جبت بصله مبشوره ناعم، لازم تكون البصله مبشوره ناعم، وفضلت احمر فيها كده اهوت. واول ما تبتدي تحمر باللون اللي انتوا شايفينه ده، بوطي النار عشان ما تتحرقش. بصوا لازم توصل للون ده عشان تعرف تخرط الميه تبقى بني، من غير اي حاجه، من غير سكر ولا اي حاجه. وبعد كده حطيت شويه كزبره وكمون ونص معلقه توم، وهحط معلقه صلصه صغيره، وهسيبها تغلي شويه عشان الميه البصل يخرط لونه في الميه. وبعد كده بقى حطي كميه الرز اللي انت عايزاها طبعا، وهنملح الميه دي كويس نحط لها الحدق بتاعتها. حطيت خلاص الرز، وبعد كده هسيبه يتشرب وانقله على نار واطيه. طبعا الميه عقله فوق الرز. خلاص هو هنا اتشرب، رحت نقلته. بصوا بقى في الاخر بعد ما استوى، شايفه اللون؟ ولا حطيت له سكر ولا حطيت له اي حاجه تخلي لون الرز كده، وكان طعمه جميل جدا. بصوا بطريقه سهله جدا من غير سكر ولا اي حاجه. خلاص. وكان السمك طبعا بطلعه في مصفى، مش بحب اطلعه على مناديل عشان يفضل مقرمش، ما يبقاش طري. بصوا السمكه جميله وبيضه من جوه، وبصراحه طعمها حلو جدا. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم.